تخيل تقعد في مطار يوم 2 أسبوع. طيب تخيل تقعد فيه 18 سنة، تاكل فيه، تنام، تعيش كل حياتك وسط الزحمة من غير ما تخرج، من غير ما تمسك جواز سفر. دي مش قصة خيال، دي القصة الحقيقية لراجل اسمه مهران كريمي نصري، اللي عاش في مطار شارل دي جول في باريس بفرنسا من سنة 1988 لحد 2006، ومحدش لحد دلوقتي فاهم ليه. في حاجات كتير بتحصل لكن محدش بيسأل حصل ايه. مين هو مهران؟ مهران كان لاجئ إيراني ساب بلده بعد مشاكل سياسية وقرر يسافر إنجلترا عشان يطلب لجوء. وهو في السكة ضاعت منه أوراقه الرسمية، ولما وصل مطار باريس السلطات رفضت تدخله، ولا قدر يرجع لإيران ولا يسافر لأي مكان تاني. مهران عاش حياته كلها في ترانزيت بين الكراسي والبوابات والكافيهات. كان بياكل من مطاعم المطار وبيستحمى في حمامات الركاب وينام في تيرمينال 1. بقى معروف وسط الموظفين وابتدوا يعتبروه جزء من المكان. ناس كتير زارته، صحفيين كتبوا عنه، تحول لأسطورة حية جوه المطار. الحكومة الفرنسية بعد كده عرضت عليه أوراق يقيم بيها قانونيا، لكنه رفض يوقع. قال إن الأوراق مش مكتوب فيها اسمه زي ما هو، وإنه مش هيمضي على حاجة مش بيثق فيها. ناس قالت إنه اتعلق بالمكان، وناس قالت إنه فقد الإحساس بالعالم بره وبقى شايف المطار هو بيئته الحقيقية. إزاي واحد يعيش 18 سنة من غير شباك ولا شارع ولا بيت؟ وفي 2004 فيلم اسمه ذا تيرمينال من بطولة توم هانكس اتعمل عنه، وبعدها بقى ناس من كل أنحاء العالم بيجوا يزوروه وهو في المطار. بيجيبوا له كتب، أكل، هدايا، لكن هو كان دايما هادي ومش بيتكلم كتير، وكأن المطار فعلا بقى عالم. في 2006 صحته بدأت تتدهور وتم نقله للمستشفى، لكنه في سنة 2022 رجع بنفسه للمطار. فضل فيه شهور لحد ما مات في نوفمبر 2022 في نفس المكان اللي عاش فيه نص عمره. كأن النهاية كانت لازم تبقى في نفس المكان اللي بدأ منه الرحلة اللي كانت كلها انتظار. السؤال الحقيقي هنا، هل مهران كان سجين النظام ولا سجين اختياره؟ هل المكان اللي اتسجن فيه هو المكان اللي حس فيه بالأمان؟ كام واحد فينا عايش في مطار نفسي مش قادر يخرج منه؟ القصة دي فيها حزن ولا حرية من نوع تاني؟ احنا بنجمع الخيوط، كل خيط بيقربنا من السر. لو عايزين نكمل الرحلة اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان اللي جاي أقرب من الخيال.